أنا فين؟ وليه سامع صوت أذان؟ يعني كده خلاص. نظم أولوياتك. تخيل لو في وسط ما أنت بتتنفس الورقة اتسحبت منك، بتفتح عينك لقيت نفسك متكتف ومكان ضيق وسامع صوت أهلك بيعيطوا. أنت متشال وقاعد شوية تتخبط شوية ثابت. اللي شغال معاك بيقولك منه لله كان ظالم، وصاحبك بيقول ده كان صاحب واطي، وصاحب تاني بيقول ده كان تافه، وولادك بيقول ما سابلناش غير المشاكل. كلام كتير قوي تاني انت مش قادر تحدده، بس قادر تحس ان الكلام كله وحش. وقتها انت هتحب ان كل دول يتكلموا عنك بالطريقه دي؟ طب وليه؟ اقعد ساعه مع نفسك، ساعه، قول انت عايز بالظبط وما يقولوا عنك ايه وما تموت. وقتها بس هتفهم انت عايز ايه، وهتلاقي اهداف كتيره طلعت مرتبطه باشخاص معينه منهم. طبعا مش هتقدر تواكب كل حاجه لان احنا بقينا في عصر مرعب، فجيب ورقه جنبك دلوقتي واكتب بالنسبه لك ايه اهم. انك تتجوز مثلا ولا انك تقضيها خروجات مع صحابك؟ انك تتعين لو لسه بتدرس ولا في شغل تاني احسن بالنسبه لك؟ انك تسافر ولا هتقدر تعمل حاجه هنا؟ وغيرها كتير. لما بتحدد اهدافك بتحدد اولوياتك. اي حاجه مش هتوصلك لاهدافك خليها في الاخر، خليها متاخره، وكل مره قارن ما بين الاثنين. انت عايز انهي؟ وانا كمان هكتب اولوياتي. وزي ما كل حاجه بتجري حوالينا احنا برضه مضطرين نجري، بس نجري صح، واهو بنحاول وبنسعى. المهم ما تبطلش تحاول.